خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم الموضوع ديالنا محزن. كنشوفوا هاد العصر اللي حنا ولينا فيه. الوالدين ما بقاوش عندهم حق مع الولاد، وبالخصوص الام اللي الله سبحانه وصى على الام. قالك امك وثم امك وثم امك وعاد ابيك. اللي هي الام ولات كتكرفص، ولات كتهان، ولاو الولاد يقتلوا الامهات بلا شفقه بلا رحمه. اللي هو واحد مسخوط الوالدين ما يشفعش فيه لا ربي ولا النبي. اللي شد مو ونحرها ذبحها من اللودن حتى اللودن. في الاخير هرب، وكيقولوا عليه حمق. بالله عليكم، واش الحمق غادي يرتكب جريمه وغيهرب؟ الحمق الا دار شي حاجه ما كيعرفش راسو اش تيدير، ما غاديش يرتكب جريمه بشعه في حق من؟ في حق الام اللي ولداتو ورباتو وسهرات عليه الليالي وخدمات عليه وصبنات ليه وخافت عليه. والجزاء شنو هو؟ كان يذبحها من الوارد الى الوارد. انت الله، واش الولاد تكرفص عليهم والجزاء في الاخير ينوض يذبحك؟ تسهر عليه الليل وتهز 9 شهور وهي هزه في الكرش كتمحن، وفي الاخير شنو الجزاء ديالها والخلاص ديالها؟ يذبحها بحالها بحال الحولي. الوالدين الله سبحانه وصى عليهم. قالك لا تنهرهم ولا تقول لهم افا وقل لهم قولا كريما. هادو 3 الكلمات ابسط. هادو راه ببساط ماشي شي حاجه. ما تنهرهمش وما تقولش حتى ديك اوف في وجههم، وقل لهم كلام زويون اللي يرضيهم ويفتح لهم القلب ويفتح لهم الشهيه في الولاد باش يحس براسو راه ولد وعنده الولاد. فينا هي حق الامومه؟ فينا هي حق الوالدين؟ اش هاد الزمان هذا؟ وباغيو كيقول لك كيطلبوا الله يرحمنا وطالبين الله يعطينا الشتاء. منين الولد يذبح مو باقا شي شتاء؟ خصنا الزنزال. خص شي تسونامي اللي يدي مساخط الوالدين كاملين. خص شي صاعقه تنزل. ذبحها ومشى هرب. جزاء الام اللي سهرات وتكرفصات وحملات وتمرمدات ورضعات وسخفات وصبنات وخافت وترعبات وسهرت الليل. هذا هو الجزاء ديالها. الجزاء ديالها تنحرت في الاخر، ذبحات وتلحت بحال شي حولي خلاها وزاد هرب. يقول لك راه حمق. دابا غير اللي ارتكب جريمه او لا دار شي حاجه
فاش تيتخباو من مور الحماق راه حمق، اللي اغتصب راه حمق، اللي ذبح مو راه حمق، اللي ذبح باه راه حمق، اللي قتل ختو راه حمق، كلشي حماق. وانا تنظن راه الحمق يكون حمق بالوراق وما يقدرش يقتل مو الا لمو. وكنشوفوا هاد الوقت هذا اللي هما مساخيط الوالدين كتروا، مساخيط الوالدين ولاو 90%، 10% اللي تلقاه مرضي الوالدين، و90% كلهم مساخيط الوالدين، مسخوطات ومساخيط. البنت بنت فما دابز مع امها، تسب امها، تعاير امها، والولد يضرب مو ويتكرفص على مو ويحيد ليها الفلوس من جيبها صحه، وإلا هضرات تاكل العصا والذبيحه من الفوق، ولا يهرسها ولا يطرق لها عينيها. شتو على زمان فيه كيولينا فيه. وحسبي الله ونعم الوكيل. وكنتمنى الله لهاد المساخيط الوالدين شي صاعقه اللي تصعقهم، امين يا رب العالمين. وشكرا خوتي، والله ياخذ الحق، وعاونونا باللايك باش يجيكم من جديد. وشكرا وفضلا منكم ليس امر. واللي مرضي راه غيبان في هذا الفيديو هذا.